تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، امين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم ان شاء الله النهارده فيديو جديد. مشتريات، حاجات كده جايباها لولادي. بقى دخلنا في رجب زي ما قلت لكم، بتبدا حاجات رمضان تنزل. فانا بجيب حاجات لولادي برضو، يعني قلت اجيب لهم شويه حاجات لرمضان افرحهم بيها عن الزينه بقى وكده. لا، حاجات تكون خاصه بيهم هما، يعني الاطفال برضو لازم نحسسهم برمضان، ان رمضان ده حاجه مختلفه عن بقيه السنه ونحببهم فيه كده. فلو بحاجات بسيطه الواحد هيجيبها او هيعملها هو في البيت، يعني اللي يقدر يعمل يعمل يا جماعه، عادي. هيبقى اوفر طبعا، وكفايه ان انتي عامله الحاجه بنفسك في البيت، فهتحسي اقول ايه، يعني بحب كده من ناحيتها، والولاد هيفرحوا اكتر ان ماما عاملاها لي مخصوص، فاهمين؟ يعني غير ان ماما شاريها لي، ما اي حاجه بنشتريها عادي، لكن ماما عامله لي الحاجه دي مخصوص، حد يجي لهم بقى او كده، او يوريها لاصحابه او كده، بيبقى لها طعم تاني يعني. عامه انا بقول كده برضو للي عايز يعمل. انا لدي وقتي في حاجات كتير عايزه اعملها بس مش عارفه يعني. اول حاجه، هو دي مش جايبها لهم، بس دي انا لقيتها اهي. طالعه كده اليومين دول ترند كده، وترند يعني بتنور، هي لونها ذهبي، بحب الحاجات الجولد دي برضو، فقلت اجيبها. دي كانت عامله 15 جنيه. بصوا بتنور كده، بس طبعا في الضلمه هتنور اكتر. ومن ساعه ما جبتها وبنتي حطاها في بقها من هنا لهنا لهنا لهنا، كل ما نشيلها من مكان هي ما شاء الله بدأت يعني تمشي دلوقتي. فايه، كل ما احطها في مكان تقعد ايه، تاخدها تلحوس فيها، حتى تلاقوا بصوا تحسوا لونها غمق من هنا شويه كده، بصوا. فالله يسامحها بقى. مش عارفه اوديها منها فين، فقلت انا هعينها بقى وخلاص. في الحاجات بقى اللي انا هوريها لكم دي تحويشه كده، كل سنه لما كنت بلاقي حاجه كنت بجيبها. اول حاجه، اول ما ابني اتولد من 5 سنين تقريبا، كان برضو نفس الوقت كده. بعدها بنتي، يعني انا بولد تقريبا في شهر، يعني واحد اتولد في رجب، ابني اتولد في شهر رجب، وبنتي في الشهر اللي قبل رجب على طول تقريبا، اللي هو تقريبا جماد اخر يعني. فالمهم انا كنت لما ابني اتولد متعوده ان انا اجيب لكل واحد فانوس، فانا رحت جايبه له الفانوس ده. حتى بصوا تلاقوني لازقه من هنا لانه كسروا، فلزقته بشمع. كان في زي دبله كده هنا واتكسرت، هو بينور ما شاء الله، حتى النور ما عادش بينور، ده هو لحد قريب كده كان بينور، كان في كوره كده بتنور بس. شايفين الاضاءه؟ هي بتنور بس عشان ده، هي بتنور يا جماعه بس عشان الشباك بس مفتوح، فهي بتنور، هي بتنور في الضلمه. كنت جايباه دوت بحوالي 18 جنيه حاجه زي كده او 15 جنيه، فسايباه للذكرى. هو بلاستيك، وعجبني ليه بقى؟ انه شبه فوانيس رمضان بجد، اللي انا اصلا بعتز بيها. انما اللعب والحاجات بتاعت اليومين دول ولا عمري هعترف بيها، ولا عمري هجيبها لعيالي، دي مش فانوس اصلا. ده انا جبت شكل الهلال، كان في منه فانوس يا جماعه ونجمه وجامع وكده، فانا جبت الهلال. هو انا بحب الهلال، بحسه رمضان اكتر بسبب المساجد وكده. مش عارفه ايه علاقه النجمه برمضان، مش عارفه، بس المهم بقى لما بنوتي اتولدت حبيت اجيب لها فانوس، مش لقيت، فلقيت دول كانوا طالعين موضه، ماشي. فللاسف مش لقيت يعني حاجه كويسه، فوانيس برضو اي كلام كده. فده شبيه ايكيا، ماشي. برضو بينور، حبيت يعني ان يكون نفس الشغلانه، عشان بس مش يبقوا يعني لما اجي اجيب حاجه بيبقى ايه، الاتنين زي بعض، يعني هما الاتنين بينوروا، ده في ده اخضر ده ازرق كده. ما لقيتش لون حلو عن الازرق. كحلو من ناحيه ايه، بصوا انتوا لو تاخدوا بالكم، بصوا متقشر من هنا، وانا اللي عاملاه بس بالمانيكير عشان ادريه. فانا قلت برضو يعني ايه، احيي الذكرى اللي هي لما تكبر كده. انا جبت لك ده وجبت لاخوكي ده. ده كان عامل 10 جنيه. 10 جنيه كان. هو ده بسعر جملته، يعني لما باجي اجيب بجيب من بتوع الجملة. ده ب10 جنيه، دي انا مركبها فيه اللي هي الشاشوبة دي، ولا اسمها ايه، انا اللي عاملاها دي، بتاعت السبح والحاجات دي. في فيديو هبقى انزله لكم عن طريقة عملها اهو كده. فانا اللي عاملاه، المهم قصدي انا اللي عاملاها دي، فجبت ده ب10 وده ب18. برضو حاجة لما جيت بقى اجيبها، جيت الطبلة دي، بصي حجمها كبير، طولها حوالي 15 سنتي، وجلد من ناحيتين اهي.
اهي، والناحية التانية برضو جلد. في ورق طالع اليومين دول اي كلام. الطبلة دي بصوا ليها دراع عامل زي بتوع الهنود اهي. و هي المفروض كانت دي طبلات رمضان اول ما طلعت الاول. الكلام ده طبعا زي ما قلت لكم من حوالي 5 سنين. انا كنت جايباها ب10 جنيه، يعني كانت الطبلات رخصت دلوقتي. فبرضو مش شبه بتاعة رمضان، فانا يعني قلت انا بتاعة رمضان دلوقتي ما اعرفش معاها عصاية ومش عارف ايه. فانا قلت ممكن اعملها، ده كله عندي عصاية بتاعة النحل، عسل النحل اللي هي المعلقة، ممكن اعملها بيها عادي. لو هغلفها مثلا بنفس قماش، عندي قماش خيامية باقي حتة اهي. وبرضو هنا هروح اقص على قدها واخليها ايه، ان يعني اعملها بتاعة رمضان. يعني لو ايه، بحيث ان هي تكون زي بتاعة رمضان، هقصها واخليها على قدها بالشمع والمسدس الشمع ولا الغيره، وهتلزق معايا. انا عندي الحته كبيره يعني تاني. وممكن كمان لو عايزه اخليها بتغني اركب لها جهاز صوت. انا جايبه اجهزه صوت اهي اهي، كام واحد، وكل واحد يعني صوت شكل اهو. ما شاء الله. هو في ايه مش البتاع متركبه فيه اهو. ماشي. هروح فاتحه له فتحه هنا ومدخلاها جوه، هتنور من خارج الطبله، بس ما اعتقدش. اطفي بس عشان حقوق الطبع. ما اعتقدش انها هتنور من ده، يعني هي بتنور في الطبلات الورق، معرفش من الجلد هتنور ولا لا. انا بس انا يعني ممكن اروح فاتحه فتحه صغيره وحشرها ولازقاها المسدس الشمع اللي عندي يعني. ودي واحده تانية اه. يعني كل واحده بصوت شكل، والتالتة مش التالتة برضه جايبه 3. هقول لكم ليه برضو، يعني كل حاجه انا هركب لدي واحده وكل حاجه هركب لها حاجه. بس علشان أنا نسيت اقول لكم انا جايبه الاجهزه الكتير دي ليه بتاعه الصوت دي، علشان انا شفت من بوجي وطمطم والحاجات دي بينور ماشي. فانا قلت ايه، طب ما انا بدل ما اجيبه بينور، ما انا هركب له انا دي. وباللي هو السكوتش هروح فاتحه حته بورا في ظهره من هنا، وهركبه له بحيث ان انا ايه، التاني مش بيبقى ليه سكوتش مش هتعرف تغسليه، لكن ده عشان اعرف اغسله واعمله. وانا وفرت، يعني انا جايبه الجهاز ب5، وحته السكوتش اصلا مش مكمله ربع جنيه، لان المتر منه بجنيه، او مش عارفه كان بنص جنيه كمان كنت جايباه. فانا مش هيكلفني حاجه، وهعمل كله على ايدي فيبقى سهل. ده غير برضو ان انا هحط واحده في الطبله، وممكن احط حاجه في الفانوس، باظت عندي فانوس او حبيت اركبها في الفانوس، فبتنفع مش هتخسر. وان شاء الله لو اي حاجه هاجي اركبها سواء في البوجي او ان انا اركبها في الطبله، هوريها لكم انها تتركب بسهوله، وهوريكم الطريقه ازاي. حاجة رمضان يعني انا بالذات اكتر فيديوهات بحب اصورها وبحب اجيبها حاجات رمضان دي بالذات. انا حاسه ان انا بجيب الحاجات ليا يا جماعه، مش لاطفال يعني والله. بابا وانا بجيب كده بحس ان انا بنقيها ليا، فبجيب لهم حاجات يعني ايه، بلعب معاهم. مش ما اكدبش عليكم انا بلعب معاهم بيها يعني. عشان كده لما بجيبها يعني بفرح بيها. بس برضو بحاول اجيب الحاجه من عند الناس، يعني باقتصاد، ومن عند الناس اللي بتكون بتبيعها رخيصه عن بره، لان كل ما تلف كل ما تلاقي اسعار، كل واحد بيبيع بمزاجه للاسف. فانا بجيب الحاجه اللي على قد يعني انا شايفاها مناسبه. يعني انا مره جبتها، مش هكدب عليكم، مره جبت الجهاز ده ب7.5، لاني كنت شفته ب10، او كنت جايباه لحد ب10، مش فاكره، كان حد قال لي شوفولي وبعدها جبته ب7.5، بعدها رحت عند حد تاني لقيته بيبيعه ب5. بس يعني حسيت ان الخامة غير الخامة برضو، وممكن نوع المكنة او نوع الصوت، فهو كل مكان وليه سعر. هي وانتي كل ما تلفي كل ما هتلاقي ايه، وتعرف الفرق وتعرف المقارنة. وايه رأيكم بقى في البتاعة دي؟ انا اللي عاملاها، وان شاء الله هنزل لكم الطريقة بتاعتها. آه. دي برضو ممكن تحطي فيها ايه يعني زي دي كده برضو تتعمل فانوس. هوريها لكم تركب فين. الفتحة بتاعتها اهي اهي كده. والمفروض ان هي يعني هندوس عليها من تحت بقى، وندخل اللمبات دي جوه وتنور عادي في زي ديكور برضو. بس هي الشموع المضيئة التانية احسن في الديكور بتاعها يعني. بصوا يا بنات، الاجهزه اللي قلت لكم عليها بتركب هنا. يعني انا عندكم الفانوس ده انا كنت منزله لكم طريقه تركيبه، وان شاء الله زي ما قلت لكم
اي حاجه هعملها هوريكم بتركب ازاي. اهو بصوا، هو كان جاي معاه الجهاز المستطيل ده بتاع زمان، فانا فكيته لانه اتقطع وباظ، وانا وركبت له ده اهو. ده الفانوس ده انا معتزه بيه بقى، ومصلحوه وظبطالي عشان ده كان بابا وماما جايبينه لابني اول ما اتولد. وطبعا كان لسه الخشب بقى طالع موضه وكده، بس كان بصوا يا جماعه ملزقينه كده كله بشمع وكده، فكان اي كلام يعني، رغم انه كانوا جايبينه غالي. فلما ماما بقى عرفت ان انا بحب الصاج ده وكنت انا جبت واحد ليا، كان جوزي يعني جاب لينا الصاج وكده، فراحت جابت ايه، قالت هتجيب بقى لبنتي المره دي اللي هو الصاج ده. ده اللي بحس بيه بقى بتاع رمضان بجد، مش الحاجات بتاعت اليومين دول دي. وحتى بتاع ايكيا ده برضو مش قوي، خلي بالكم يعني، بتاع ايكيا شويه كده يعني اللي هي الاشكال اللي بتاعت زمان العثماني والحاجات دي. ده بقى ممكن نحط فيه اللمبه العاديه او لمبه قصدي الشمعة العادية او الشمعة الالكترونية، فعادي يعني يتركب فيه الشمعة دي او دي. وبرضو ده كان اختي وجوزها جايبينه لابني برضو لما اتولد اهو. كان برضو اهو في بصي يعني اهو، ده عشان دي لما تقف او تبوظ او يجرى لها حاجة بينور برضو اهو. ممكن نبدلها او نغيرها، والبطاريات سهل التغيير بتاعتها، بتفكيها من هنا وتغير البطاريات من عند اي واحد. هوقف بس عشان الصوت مش هيسمع. انا وقفت الصوت وقفت الفيديو على ما الصوت وقف. الميزه في بتوعي كمان انت بتضغطي عليها ضغطه يشتغل ضغطه يطفي، غير ده بصوا شغال على طول. فده البطاريه ايه، حتى لو دي غصب عنك ولا كده البطاريه تبوظ، فمش كويس برضو كده. انما اللي انا جايباها حلوان، والبطاريات تقدري تغيرها من اي واحد بتاع بطاريات عنده بتاع الساعات او الحاجات زي دي. هم دول برضو من ضمن المفروض كنت اوريها لكم كده، من ضمن حاجات عيالي يعني، بعرفوا ان واحد جاي يصور فبيجوا ايه يتكلموا تحت البيت. هم وابني عنده فوانيس اكتر من بنتي، عشان هو طبعا الاولاني وكده، وكان اول الفرحه والكل فرحان بيه وكده اهو. احنا هنعمل يعني ايه ان شاء الله، هندخل بيهم مسابقه كده بس بتبقى ذكرى حلوه يعني، انا بحتفظ بيهم بقى الحاجات اللي هي جايه له هديه دي بالذات، علشان ايه يعني لما يكبر يحتفظ بيهم، مصدقين يحتفظ يعني. هو الولاد مش زي البنات خالص، شايفين طبعا انتوا القردة دي صحيت فمشاركاني في كل حاجة، ده اللي مخليني اهو مش عارفة اصور منها اي حاجة. تعالوا بس نكمل بقية الفيديو. جبت بقى برضو يعني بعدها بسنة او بسنتين، لقيت ايه, ده عليه قلت اما اجيبهوله، كان لان كنت احنا بقى في بيت بابا، وما كانش معانا الطبلة بتاعته، فكان يعني ايه قلت احساس حاجة لجو رمضان، كان عامل 5 جنيه، فجبته له. كان الاكبر منه ب10 والاكبر منه ب15، الاكبر شويه. ده برضو جلد، ده صور اهو يعني. قلت يبقى ايه موجود حاجتين علشان رمضان. ده كان ب5 جنيه. جبت بقى بعدها بسنة، رحت كنت رايحة يعني في شارع الخيامية بنتفرج عليه ونتفسح وكده، وهو مش كان معايا، فلقيت الطبلة دي برضو كانت جلد. بصوا تعمل كده اهي، دي كانت عاملة 15 جنيه. بصوا ده شكلها اهي، فيها فصلولي كده من هنا وحبلين وايه وعليها خرزة هنا، وبطبلة تعمل صوت برضه. كده عنده 3، هو يعني ليه هو واخته يلعبوا سوا، انا بجيب من الحاجة حاجة من واحدة ويلعبوا بيها. جبت بقى برضو ده بقى جبت بوجي اهو، كنت جايباه ب40 جنيه. ما جبتش طمطم، لان طمطم لا تمس لطمطم بالصلة، ما تحسوها حاجة تانية يعني، اي حاجة تانية غير طمطم يعني، مش حتى ممكن ارنوبة ماشي بس مش طمطم، لا مش شبهها يعني. حسيت ان انا لو هعملها في البيت اسهل. بوجي هو اللي ممكن لقيته صعب شوية عليا عشان مثلا بقه واسنانه والحاجات دي، بس لما جبته لقيته سهل، والشغل اللي فيه كده. بوجي اللي شبه بوجي شوية، بقه ده بوز بتاعه، بس مش عارفه يا جماعه ازاي قرد اخته اختين وارانب يعني، زي جامبل كده اهو. تمام. بص ده ب40 جنيه، طوله حلو جدا، طوله حوالي هقول لكم انا بقيسه 45 سنتي، مقاسه حوالي 45 سنتي. بصوا
بصوا هو كده واقف من الارض الارتفاع الستاند. ده برضو جبتهوله وقلت طمطم بقى هنبقى اعملها لهم انا في البيت، لان انا مش حبيتها يعني. قلت طمطم معوجه بايظه بقى اجرب انا اعملها في البيت يعني. جبت ديل القط والحاجات دي قلت اعملها. اخر حاجه بقى جبتها لهم هي الفوانيس دي، فانوس حصاله. بصوا طبعا هي دي ستيكر فيه، بس بنتي قطعته يعني الحمد لله. هو فوانوس حصاله جبت لهم 2. دي احلى الوان جبتها يعني لقيتها، الفوشيا واحمر. الفوشيا لبنتي والاحمر لابني. هو فانوس حصاله برضو يعني ايه، بحيث ان انا برضو اشجعهم في رمضان ان هم يحوشوا فيها، رمضان او غير رمضان. ممكن يتحط بقى في طول السنه. ليه؟ هو بصوا رسمه ميكي ماوس مثلا، ودي ايه، بوجي وطمطم. هنا رسمة الأميرات ديزني، وهنا محمد صلاح. قال يعني محمد صلاح ليه علاقة برمضان، مش عارفة ايه علاقته برمضان. المهم يعني، فأنا قلت ايه، هو ابني عاجبه صورة محمد صلاح، ممكن نبقى نبدل بس عشان هو ولد بقى وبتاع وكده. ممكن نبقى نبدل الاستيكرات أو نبدل الفوانيس. بس هو مقتنع ان البينك والفوشيا ده بتاع بنات، فمش هيرضى. انا مش عارفه. هي مبادله صعبه بس مش عارفه هنعملها ازاي. المهم الواحد كان ب5 جنيه. لما جبته بقى مامتي راحت حاطه له كل واحد فيهم 5 جنيه جديدة، قالت دي ليهم هما يعني. كان الجنيهات الجديدة اهي جوه. وهو بصوا بيتحط من هنا الفلوس. فين الفتحة بتاعته اهي، والفتحة اللي تحت دي بتتفك في الاخر بعد ما يحوشوا ويحطوا ايه ونطلع بقى الحصيلة بتاعت رمضان كله اللي اتجمع كله. ودي كده يعتبر اخر حاجه اهو، مش في حاجه تاني. نسيت بس اقول لكم ان سعر جهاز الصوت كان ب5 جنيه. في ناس بتبيعه ب7 وفي ناس بتبيعه ب10 يعني، من حسب الخامه وحسب المكان اهو. اخر حاجه هي ممكن تكون ملهاش علاقه بالاطفال شويه، بس انا جايبها لهم هما. ان انا عشان رمضان السنه دي ان شاء الله جاي في الصيف، هحتاج ستاره وكده. فانا جبت لهم قماشه آه، ستاره رمضان يعني عليها رسومات رمضان. هي المفروض انها ايه يا بنات، رسمه. هي بتطلع بالصوره كده. الصوره كانت عامله 50 جنيه، فانا لقيت 2 في بعض الرسمتين عجبوني، فانا قلت هجيب الرسمتين على بعض هفردها واوريكم ايه شكلها. بصوا يا بنات، ده شكل الرسمه اهي. اول واحده انا حبيتها علشان انا مقتنع رمضان عندي ان هو الناس دي بس، دول بعيد عن الراجل ده. مش عارفه يعني حاجات اليومين دول مش شايفاها انها لها دعوه برمضان. بوجي وطمطم، عمو فؤاد، شكشك، عمو شكشك، الحاجات دي بكار. بس لكن محمد صلاح والناس دي ماليش دعوه بيهم يعني. هنا بقى الرسمه التانية بتاعه الراجل ده لوحده يعني. هو ابني بيحبهم فجبتها له، قلت مش مهم يعني، لان انا ما بحبش الواد التخين اللي بيقولوا عليه كلابيزو ده بتاع فنانيس اللي بيقعد ياكل ده. اهو. فانا جبتها، القماشه حلوه عجبتني، والرسمه 1.5 في 1.5 مربعه. القماشه بقى هوريها لكم. بصوا نوعيتها حلوه، اللي هي زي البلاك اوت كده. بصوا تعرفي حاجه البلاك اوت ايه، ان يكون ورا لون واحد، ده هيبقى ايه بلاك اوت اهي. يعني لون ابيض لون اسود ماشي. دي هتمنع يعني ايه ضوء الشمس اهي. وبعدين قماشتها النوع بصوا جامده، النوعيه كويسه يعني. فانا قلت اجيبها لهم. يا اقصها نصين يا احطها بطولها يعني على حسب اهي. طبعا انا وريتكم قبل كده في فيديو قبل كده ازاي اركب ستاره للشباك، وعندي برضو بس دي بقى هحطها بره هنا. ودول هخليها مثلا لو عملتها نصين، واحده لاوضه الركنه وواحده للولاد يعني. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو مش تنسي تحطي لي لايك وتشتركي في القناه تشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني في فيديو جديد، واي استفسار تحت امركم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام. ومش تنسوا تقولوا لي رايكم في المشتريات بتاعه اولادي.
وشجعوا ولادكم وهاتوا لهم حاجات علشان يفرحوا برمضان ويحسوا بفرحة رمضان اللي احنا اتحرمنا منها كتير كتير. انا دي نسيت اقول لكم ان انا هحطها لهم كل واحد جنب سريره عشان لما يصحوا كل يوم يحطوا جزء من مصروفهم يتعلموا التحويش فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبس.